مش اي حد يقول لك هات بطاقتك او يفتش عربيتك او يتحفظ عليك. بص يا سيدي، في حاجه في مصر اسمها الضبطيه القضائيه. يا راجل، الضبطيه القضائيه دي مش لاي حد كده وخلاص، دي حاجه القانون محددها بالاسم والوظيفه، لانها بتتعلق بالقبض والتحقيق وجمع الادله. الكلام ده في التحديد في الماده رقم 23 من قانون الاجراءات الجنائيه والمعدله بالقانون رقم 7 لسنه 1963. انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ اللي حددت مين هم بالظبط اللي معاهم الضبطيه القضائيه: الساده وكلاء النيابه وضباط الشرطه وبعض المساعدين، العمد والمشايخ في بعض القرى، وبعض رؤساء وضباط المواني والمطارات. في ناس بقى وزير العدل بيختصهم بالضبطيه القضائيه، وده بيبقى بامر رسمي منه موصي. زي مين؟ زي مفتشين التموين مثلا. هنا القانون الزم اللي معاه ضبطيه قضائيه بشرطين مالهمش تاني. الشرط الاول انه يشوف جريمه قائمه بالفعل، ده اللي احنا بنسميه تلبس، او يكون معاه اذن نيابه. وكل حاجه لازم تبقى متسجله في محضر رسمي، والنيابه هي اللي بتحاسب وبتراقب على كل ده. يعني باختصار الضبطيه القضائيه مش لعبه، مش اي حد يهتك كده بكلمتين تقوم مسلم نفسك على طول. اتكلم يالا عدل يالا. لو عايز تعرف القانون بطريقه خفيفه وبسيطه وسهله تستقبلها وتستوعبها بعقلك حتى لو انت مش راجل قانون، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تقول لي في الكومنتات انت جاي في ايه.